نأتي الآن إلى هذا المبحث الذي يشرح لنا قول ابن الجزري: وهكذا منه إلينا وصلا. منه إلينا وصلا، بيننا يا إخوة، بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 1430 أو أكثر من الأعوام، فكيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة القرآن؟ وكيف تم هذا النقل خلال هذه القرون المتطاولة؟ هذا ما سنذكره في هذا المبحث، فأرجو أن تنتبهوا لأنه مبحث دقيق وتزل فيه الأقدام والأقلام. كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم؟ بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة القرآن العظيم بطريقين: أولا كما نرى على الشاشة مكتوبا، وثانيا منطوقا، وهو ما نسميه النقل الصوتي. إذن يا إخوة، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه مقطع من القرآن العظيم دعا من حضره من يجيد الكتابة في زمن النبوة، وقليل ما هم، فأحيانا يتيسر 5، أحيانا يتيسر 7، أحيانا يتيسر 6، 4، فيدعوهم ويملي عليهم ما نزل عليه من مقطع قرآني فور نزوله. فكان صلى الله عليه وسلم يبلغ الأمة القرآن مكتوبا، يكتبون أمامه وفي حضرته صلى الله عليه وسلم وهو يملي عليهم، فينفض المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم راض عن تلك القطع التي كتبت أمامه. قد يقول قائل: يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم أمي، وما أدراه أن هناك خطأ؟ نقول له: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا، فهل جبريل أيضا أمي؟ أليس جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس رسول الله يوحى إليه؟ لو أن كاتبا أخطأ فكتب بدل وكان كتب فكان مثلا، جبريل إن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إنه أمي، هل جبريل أيضا أمي؟ أم أنه ينبه على طول ويقول هناك انتبه فلان كتب كذا؟ فالحمد لله هذا متيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينفض المجلس الذي كان يملي فيه على الكتبة، أقل ما يقال في حق تلك القطع التي كتبت في حضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم أنها سنة تقريرية. هذا أقل ما يقال عنها. ما معنى سنة تقريرية؟ يعني أقرهم صلى الله عليه وسلم على ما كتبوه وانفض المجلس والنبي وبالتالي الوحي راض عن تلك القطع. هذا سنتابع الحديث فيه بعد الفاصل، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله. نتابع حديثنا عما كنا قد بدأناه من كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كتاب ربها. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة القرآن العظيم بطريقين: مكتوبا ومنطوقا. نعود إلى اللوحة التي كنا بصدد الكلام عما فيها قبل الفاصل، فنرى مكتوبا عليها ما أسلفت ذكره. السطر الأخير من اللوحة: وقد وصلنا القرآن بالطريقتين السابقتين متواترا. وقد وصلنا القرآن بالطريقين السابقتين متواترا. إذن وصلنا القرآن العظيم مكتوبا ومنطوقا عن النبي صلى الله عليه وسلم. سأشرح ذلك بالتفصيل بإذن الله من خلال اللوحات التالية.